بيبدأ الفيلم في البحر الأسود وبنشوف جزيرة مليانة من جبال الكربات، القمم بتاعتها متغطية بالتلج. الجزيرة دي هي موطن لدببة مفترسة وذئاب جعانة بتدور على فريسة، وحاجة تانية خالص أكتر منهم خبث وشر، مخلوق أسطوري متعطش للدم اسمه الأوتشي. وفي يوم من الأيام بنت مراهقة اسمها يوري دخلت مكتبة المدينة بتاعتهم، كان نفسها تكشف حقيقة الأوتشي دول، المخلوق اللي أبوها زمان اتهموا إنه السبب في إن أمها تسيبهم وتمشي. وفي الليلة دي يوري وأبوها ماكسيم وشوية شباب من أهل القرية دخلوا الغابة، كانوا رايحين يصطادوا الأوتشي اللي اتهموهم هم كمان إنه السبب في موت المواشي بتاعتهم ورا بعض في الفترة الأخيرة. قبل ما يتحركوا ماكسيم أعطى ليوري سكينة منحوتة بحرفنة، حاجة متوارثة عن أبوه. يوري اتأثرت باللفتة دي ومسكت السكينة تتفحصها كويس جدا. وبعد كام دقيقة المجموعة بدأت تستكشف الغابة الكثيفة اللي ضلمتها تخوف، وكل ما يدخلوا لجوه أكتر قابلوا مجموعة من الأوتشي، مخلوقات غريبة كده بتغني لحن سحري يخض القلب. بس ماكسيم مش شايف أي جمال في الموضوع، وزع الأولاد في أماكنهم وولعوا في الشجر علشان يجبروا المخلوقات تطلع من مخبأها، وفتحوا عليهم النار من غير رحمة. وسط الهرج والمرج ده يوري لمحت أم أوتشي بتصرخ بيأس وبتشاور على شجرة فوق. هناك يوري شافت أوتشي صغير متشعلق في فرع شجرة، بس برو أخو يوري بالتبني ضرب نار على أم الأوتشي. الأم المغلوبة على أمرها اضطرت تسيب ابنها وتهرب وتختفي وسط ألسنة اللهب. وتاني يوم بعد المدرسة يوري أخدت طريق حلو كده وهي مروحة وسط مناظر جبال الكربات اللي تخطف الأنفاس. وفي نفس الوقت ماكسيم كان بيمدح في الأولاد على مجهودهم بتاع امبارح بالليل، فكرهم ازاي كل عيلة فيهم خسرت حاجات بسبب شهية الأوتشي اللي ما بتشبعش للمعيز والخرفان والبقر. قال لهم إن أهاليهم سلموهم ليه لهدف أكبر، يعني أهاليهم قدموهم للمهمة دي برغبتهم. يوري انضمت ليهم وماكسيم كان بيتفاخر ببرو اليتيم اللي أخده وهو عنده 14 سنة وبقى دلوقتي شاب جدع وشجاع. ماكسيم ختم كلامه وقال إن الأوتشي أخده مراته، ورغم إنه كان نفسه في ولد بقى شايف كل الأولاد دول كأنهم ولاده. بعد كده لما قعدوا علشان يتغدوا ماكسيم سكت فجأة لما سمع مزيكا مألوفة شغالة، علق وقال إن دي كانت الأغنية المفضلة بتاعته هو وداشا أم يوري. يوري وهي بتفكر قالت لأبوها على حاجة اتعلمتها في المدرسة، طائر اسمه البينوكا. الأب هو اللي بيرقد على البيض، بس أول ما الكتكوت يفقس بيطرده بره، والأم هي اللي بتعلمه يطير. وقالت كمان إنها شايفاها حاجة كويسة يعني، وبعدين عبرت عن رغبتها إنها تقابل أمها. ماكسيم نفض لها وقال لها إن أمهم سابتهم ومنعها تدور عليها، وبدل كده قال لها تروح تشوف الفخاخ اللي نصبوها للأوتشي. يوري اتعصبت وراحت رازعه الباب وراها ومشيت وهي متنرفزه. اتوغلت جوه الغابه اللي مناظرها خلابه والخضار حواليها من كل حته بالوانه. هناك لقت اوتشي صغير متعور ومحشور في فخ دببه. من غير خوف قربت منه بحذر، استخدمت فرع شجره وهو عمال يزمجر وقدرت تحرره من الفخ. المخلوق بصلها وما بقاش عدائي، ويوري سربته معاها للبيت في نفس الوقت اللي الأولاد كانوا بيلمعوا سلاحهم وماكسيم نايم. خبت الأوتشي الصغير في أوضتها. أول ما دخلوا الأوتشي الصغير بص من الشنطة بقلق. لما حاولت تعالج الجرح بتاعه كشر في وشها، فراحت لبست سنان مصاص دماء لعبة علشان تحاول تطمن الأوتشي شوية. واحدة واحدة كسبت ثقته وبدأت تداوي الجرح بتاعه. وبعد لحظة عين الأوتشي الصغير راحت على دودة أز، بس يوري لحقت نفسها بسرعة ومنعته ياكل الدودة الأليفة بتاعتها. لكن لما الأوتشي مد إيده بالراحة يوري ادتها له. المخلوق بالراحة رجعها على ورق الشجر. يوري اتأثرت برقته وهمست انت مش شيطان سفاح ولا حاجة. وبره برو سمع صوت الأوتشي الصغير. يوري اتصرفت بسرعة ولمت شوية حاجات علشان تمشي، بس برو كبس عليها في الأوضة. قالت له ببساطة إنها ترجعه مكانه. برو حذرها إن الغابة خطيرة. يوري اتنهدت وقالت أنت ما بتكونش طيب غير وإحنا لوحدنا، وبعدين اختفت في البرية في رحلة محفوفة بالمخاطر علشان ترجع المخلوق لمكانه. وتاني يوم الصبح ماكسيم لاحظ كرسي يوري الفاضي وسأل برو آخر مرة شافها كان إمتى. برو رد وقال امبارح بالليل. ماكسيم دخل أوضتها ولقى السكينة ومعاها ورقة فيها يوري كاتبة إنها شايفة السكينة دي حاجة تافهة، وإنها ما بقتش تصدق أي كلمة بيقولها علشان كلها كذب في كذب. قالت له محدش يدور عليها. وبعدين ماكسيم شاف الدم والفرو دليل على وجود أوتشي. الجنون ركبه، لبس الدرع بتاعه وأعلن إن بنته اتخطفت من المخلوقات دي. الأولاد اتجمعوا بسرعة علشان يصطادوا الأوتشي ويرجعوا يوري للبيت. في الوقت ده داشا أم يوري اللي عايشة تحت الجبل كانت بتراعي الغنم بتوعها، ومن بعيد سمعت صوت صرخة الأوتشي الحزينة اللي محدش بيتوه عنها وهي بترن في الوادي. وبنرجع ليوري وافتكرت انها سمعت صرخة الأوتشي اللي بتخض دي وهي صغيرة. صوتها كان بيرن من فوق الجبال، وهي واثقة في احساسها قررت تمشي في نفس الاتجاه. وفي نص السكة الجوع قرصهم هما الاتنين. يوري حذرت الأوتشي الصغير يفضل ساكت،
وبعدين دخلت سوبر ماركت صغير، أخدت شوية مصاصات، ولما فتحت التلاجة علشان تجيب لبن، القطش الصغير حاول يخطف كرتونة بيض. زبون شاف المخلوق الغريب والدنيا قامت وما قعدتش. وفي وسط الدوشة دي يوري خطفت القطش الصغير واستخبت في تلاجة كبيرة من اللي بتدخل فيها. القطش الصغير وهو مرعوب طلع صرخة تصم الودان. يوري حطت ايدها على بقه علشان تسكته، بس من الخوف القطش عضها في ايدها. ورغم الوجع الاتنين قدروا يهربوا من المحل، ويوري سرقت عربية وطلعت بيها جري على الطريق. وهم في العربية القطش الصغير اللي هدي خلاص كان شكله حاسس بالذنب انه عضها. يوري طمنته بالراحة وقالت له ان دي مش غلطته، بس العربية عطلت، فاضطرت يوري تكمل الرحلة على رجليها. وفي نفس الوقت ماكسيم والاولاد بتوعه شافوا ضابط بوليس بيفحص العربية اللي يوري عملت بيها حادثة. ماكسيم لمح حاجة مألوفة في كيس الأدلة بتاع الضابط، أسنان مصاص الدماء اللعبة بتاعت يوري، وده أكد له إنه ماشي في السكة الصح. وبنرجع للغابة، ويوري حاولت تستخدم ديدان العلق علشان تسحب سم القطشي من الجرح بتاعها، بس ما نفعش. والقطشي الصغير شال حشرة بالراحة وقال كلمة حشرة. يوري اتفاجئت جدا، فهمته، استغربت هل ده علشان هو عضها؟ من باب الفضول قلدت كلام القطشي، واتصدمت لما سمعت نفسها بتطلع نفس الصوت النغمي. بعد كده أكلت الحشرة، والاتنين بدأوا يتكلموا مع بعض بكلمات بسيطة، بيتواصلوا لأول مرة في انسجام. يوري من الفرحة نطت زي العيال، بس راحت وقع في فخ مستخبي كان أهل القرية عاملينه علشان يمسكوا القطشي. وفي مكان تاني ماكسيم والأولاد كانوا ماشيين ورا الأثر بتاعها في الغابة، بيتتبعوا خطوات رجليها. لحسن الحظ داشا أم يوري كانت قريبة وسمعت صوت حد بيقع، جريت بسرعة ولقت يوري مغمى عليها في الفخ. بالراحة أخدت بنتها للبيت. لما يوري فاقت أول حاجة سألت عليها كانت القطش الصغير. داشا بهدوء شرحت لها إن في مخلوق اسمه البروشين، نوع من الخفافيش بيتغذى على الحيوانات اللي دمها دافي، ومن ضمنهم القطشي. من زمان قوي القطشي قاومه، بس بعد 1000 سنة الخفافيش دي اتطورت وبقت أقوى كمان، وعندها حصانة ضد أغلب المخاطر. داشا قالت ليوري إن دم المخلوقات دي هو الترياق الوحيد المعروف اللي يبطل مفعول سم القطشي. وبعدين يوري حكت لها عن اكتشافها هي كمان، ان عضة القطشي خلتها تقدر تتواصل معاهم. بس داشا صلحت لها المعلومة بالراحة، مش العضة السبب ان هي اللي علمت يوري تفهمهم وهي صغيرة عن طريق الاغاني. يوري سكتت وسألت السؤال اللي كان محيرها من زمان، ليه سبتيني؟ داشا جاوبت بهدوء وكشفت ان ماكسيم هو اللي طردها ورفض يخليها تشوف يوري. وتاني يوم يوري سمعت لحن مألوف جاي من البدروم. قالت لأمها إن أبوها مرة قال إن دي كانت أغنية داشا المفضلة، بس داشا شرحت لها إن دي مش أغنية، دي الطريقة اللي القطشي بيتواصلوا بيها، مش بالكلام لكن بالمشاعر، زي الفرحة والحزن والشوق. لما بيغنوا مع بعض كل صوت بيتداخل مع التاني علشان يعملوا سيمفونية من الإحساس. بيقولوا إن لما ده بيحصل ممكن تحصل معجزة. يوري استوعبت كل الكلام ده وقالت لأمها إن القطشي الصغير ده صاحبها، بس داشا ردت بحزم، قالت إن القطشي ما ينفعش يتربوا كحيوانات أليفة. وبعدين يوري لاحظت خريطة على الحيطة عليها علامة حمراء بتبين المكان اللي القطشي عايشين فيه. بكل إصرار أعلنت إنها هترجع القطشي الصغير مكانه. داشا حذرتها إن دخول المنطقة بتاعتهم ممكن يكون معناه موت حقيقي، بس يوري مشيت رغم توسلات أمها. في الوقت ده ماكسيم والأولاد بتوعه وصلوا بيت داشا ماشيين ورا آثار الأقدام. دخل واتصدم لما شاف مراته، مشاعره غلبته وقال لها إن عمره ما بطل يحبها، وفتح قلبه ليها وقال لها إن بنتهم اللي كانت رغاية وما بتسكتش ما بقتش تتكلم تقريبا من ساعة ما هي سابتهم. في الآخر سألها يوري فين. داشا قالت له إنها لقت يوري في الوقت المناسب وعالجتها. ماكسيم استهزأ وقال إن داشا دايما عندها علاج لكل حاجة. داشا وهي متعصبة جدا فكرته بالمرة اللي جرح ايدها فيها لما القطشي عضها، وازاي هي كانت ممكن تعالج نفسها. بس ماكسيم أصر إنه عمل كده علشان ينقذ حياتها، والخناقة بينهم زادت. وفي نفس الوقت الأولاد فتشوا البدروم علشان يلاقوا أي أثر ليوري. في الآخر لقوا خريطة عليها شوية علامات. وفي الصالة داشا قالت لماكسيم بمنتهى البرود إن يوري مش هنا دلوقتي وإنها مشيت من الصبح. ماكسيم والغضب مليه شتمها وقال لها يا ساحرة يا كدابة. حصلت مناوشة بينهم والأولاد طلعوا سلاحهم على طول، وده أجبر داشا إنها تنسحب. الأولاد ادوا ماكسيم الخريطة، ابتسم بخبث وأعلن إنهم أخيرا لقوا مكان القطشي اللي كان مستخبي قدام عينيهم طول الوقت. وفي مكان تاني يوري كانت بتدور بجنون على القطش الصغير بس مش لاقياه. طلعت نداء نغمي نفس الصوت اللي كانوا بيتواصلوا بيه،
وبعد لحظة القدش الصغير رد بأغنيته هو كمان واتلم شملهم تاني. قبل ما تسيب بيت أمها يوري كانت أخدت معاها شوية بيض، دلوقتي بتقليهم على نار صغيرة. القدش الصغير بيتفرج بفضول وسأل البيض ده جه منين؟ يوري ردت بتردد وقالت من البيت. وش القدش الصغير اتقلب وقال بصوت واطي أمي وحشتني. يوري سكتت شوية وبعدين برطمت وقالت أنا لأ. وتاني يوم الصبح داشا صممت تمشي ورا يوري لمكان القدشي، مصممة تكفر عن غلطتها إنها ما عملتش مجهود أكبر علشان تكون مع بنتها. وفي نفس الوقت مكسيم قال لبرو حكمة، قال له إن المشاعر دي زي الحمل، واستخدم تشبيه شجرة البلوط. رغم إنها قوية لو سندت علشان تستقوى ممكن توقع شجرة البتولة اللي جنبها. قال لبرو اوعى تخلي مشاعرك تعطلك. وبنرجع ليوري وكانت عملت من جذوع الشجر مركب بدائي وبدأت تجدف ناحية قلب منطقة القدشي. وهم بيقربوا من المكان يوري لمحت أبوها على الشط، من ارتباكها فقدت السيطرة والمركب اتقلبت بيها ووقعت في المية. قعدت تعافر بس في الآخر اتشعلقت في صخرة قريبة. مكسيم نادى عليها علشان ما تتحركش وكشف لها انه قرأ الجواب بتاعها، بس يوري طنشته وكملت طريقها جوه الكهف ومعاها القدشي الصغير. برو اللي كان ساكت بقاله كتير نطق أخيرا، قال لمكسيم إن يوري ما اتخطفتش، هو شافها وهي ماشية لوحدها. بعد كده مكسيم قلع الدرع بتاعه وقال للأولاد يستنوا بره علشان مش عايز يعرض حياتهم للخطر. ومكسيم غامر ودخل الكهف علشان يرجع يوري، بس اتكعبل ورجله اتزنقت في فرع شجرة. يوري وهي بتتنهد طلعت من المكان اللي كانت مستخبية فيه بتحاول تساعده بس مش قادرة تخلصه. القدشي الصغير طلع صوت خفيف فاجئ مكسيم. يوري بدأت تهدي المخلوق بالراحة وطلبت من أبوها يثق فيها، واعتذرت كمان عن اللي كتبته في الجواب بخصوص السكينة. مكسيم اعترف ان السكينة ما كانتش ميراث لعيلته ولا حاجة، دي مجرد حاجة اشتراها من محطة بنزين علشان يبقى معاه حاجة مميزة يديها لها. يوري ابتسمت وردت وقالت له يا بابا دي حاجة تافهة جدا. وبعدين القدش الصغير لمس مكسيم بحذر وراله جانب من المخلوق عمره ما كان يتخيله. يوري حاولت تاني ونجحت انها تخلص رجل ابوها. ورغم أمر مكسيم اللي فات الأولاد جدفوا ودخلوا الكهف هم كمان وسلاحهم جاهز. يوري جريت لجوه أكتر ولقت القدشي بس كانوا باين عليهم حذرين ويمكن عدائيين كمان. مكسيم شاف الأولاد بيجهزوا علشان يضربوا القدشي وزعق لهم علشان يوقفوا، بس واحد منهم رفع سلاحه وضرب. قبل ما يضرب طلقة تانية برو اتدخل وزق البندقية بعيد في الوقت المناسب. القدشي بدأوا يتململوا وبعدين لحن ناعم ملا الغابة. بعد كده داشا دخلت وهي بتعزف على الفلوت بتاعها. الأغنية انتشرت في الجو وهدت المخلوقات. يوري ومعاها مكسيم اتقدموا وبالراحة سلموا القدش الصغير لأمه. انتشر الصمت والهدوء في الكهف وداشا قربت من يوري ويوري حضنت أمها. مكسيم كان بيتفرج عليهم في صمت وابتسامة نادرة على وشه، والعيلة بدأت تداوي جراحها وتلم شملها. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.